إسقاط في إسقاط، ولا جاء ولو برأي جديد، ويتحدث عن المنهج التاريخي، ويتحدث عن المناهج التحليلية للتاريخ، ويتحدث عن الأركيولوجيا وعن كل ما يقوم به مثلا الأكاديميون من اجتهادات. فهو تيجي تيهضر على ان الامويين ما وصلوش للمغرب، وانه مثلا واجهتهم مثلا تلك مثلا الحملات الامازيغيه. هذه راها كلهم الطلبه اللي يديروا الشعبه ديال علم الاجتماع على معرفه دقيقه وتفاصيل، بل هناك بحوث انجزت في هذا المجال ولا جديد في كلام كلاب. والثانيه وهي هاد المغالطه اللي قدم وامن بها كل امازيغي، ولاو تيتصدقوا بالكلام الذي لا يحق حتى للكلاب ان يصدقوه. اولا هذا البحث الجيني اللي داروا واللي جمع نتائج ديال ستي كلاب، اولا هم 36 د الناس، 36 د الناس غير موجود سي الامبراطور. نعم، احنا لم نرى اي ورقة أدلى بها، مجرد هرطة. نعم ومهما يكون حنا غير غادي نوريو المنطق ديال أنه منطق إسقاطي لا محل له من الإعراب ولا يمكن أن يصدقه عاقل. 36 ديال الناس، واش إلا درنا هاد لي ستاتيستيك على هاد 36 غادي يعطيونا حقيقة 36 مليون ونحن على مشارف 40 مليون؟ أولا. ثانيا 36 ديال الناس منين جمعهم؟ من واحد القريه ولا من واحد الدوار ولا حتى من واحد القبيله معينه؟ دائما لا يمكن ان نعتبر هذا معيار. والاهم من قام بتجميع وتصنيف ساكنه العالم ضمن مثلا اصول جينيه، او ليست اسرائيل، او ليس مثلا الباحثون الاسرائيليون الذين يريدون. الامبراطور راهو امازيغي 100%. نعم ونش داري في ورياغ لأصولي أمازيغية ومغربي حتى النخاع وعربي حتى التملة، وربما أتقن العربية أحسن من ساكنة أصولها، وتعلمتها بألفية ابن مالك بكلامنا لفظ مفيد كاستقيم، وبالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. تعلمتها بأصولها لأنها أصل في ديننا الحنيف، مصداقا لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لماذا أجدادنا الأمازيغ آمنوا بالقرآن وبالعربية في خط متوازن؟ لأنه لا يجوز التعبد في الإسلام بغير اللفظ العربي، لا يجوز. الاخ محا حيت ينوض يقوم لنا الصلاه شنو غادي يقول؟ سيدي ربي العالمين ذا مقران، لا يجوز. حتى القران اذا ترجم الى غير اللغه العربيه لا يعتبر قرانا، انما ترجمه للقران الكريم. اذا ماذا جاء به الاخ كلاب؟ بافتراء على التاريخ وعلى البحث العلمي. الجينوم البشري ما زال محتاج الى اجتهادات كبرى ليتمم شفره كتاب حياة الإنسان. هو بنفسه كمسلك علمي ما زال يحتاج إلى اجتهاد، وكل نهار تلقاو واحد الجزيء جديد اللي تظهر لنا تطور آخر في علم الجينوم البشري. غير مؤخرا نظرية الأوتار المتوازية اللي يتعاملوا مع الفيزيائيين مشات إلى ما يسمى بالجسيم الذي يقترب من العدم وهو الكوارك. علم الكواركات الآن عندما تدخل إلى دراسة الخلايا والمكونات ديالها بما فيها سونتروزوم، لاباغي دو غولجي، كل مثلا المكونات ديال الخلية غادي تعطينا واحد القلب آخر للدراسات الجينية، اللي الآن كلاب في مسلك التاريخ يريد أن يتبجح أن له معرفة بالعلوم. يا أخي عندما تقول أنا أمازيغي، كلنا كمغاربة سواء ناطقون بالعربية بالدارجة أو لا نعرف حقيقة الأمر، ولكن عندما تقول ومن يحس أنه لو ليس موريا فليرحل أو أنه عربي فليرحل إلى شبه الجزيرة العربية. أنا لما طلع أنت راس الجبل الشماتة، طلع أنت راس الجبل
قال لك اللي تيهضر راسو عربي يمشي لشبه الجزيره العربيه. لماذا؟ لان هناك ضوابط تاريخيه، لان عندما كان المغاربه الاحرار يدافعون عن الموانئ ويواجهون تلك الحملات الصليبيه، كان الجبناء يلجون الى اعالي الجبال للاحتماء، والمغاربه الاشراف كانوا في رحاء الحرب، حتى أن يوسف بن تشافين خرج به وبوزرائه وعلمائه لمعركة الزلاقة، وجينا كلاب يعمل في المركز الفرنسي. أولا هذه المسألة لها إشارة، يتشدق أنه يدرس تاريخ المغرب على طريقته وليس على طريقة المناهج ديال وزارة التربية الوطنية. هذه ثانيا يجب أن يحاسب عليها. كيفاش أنا ندرس لي التاريخ على طريقتك ديال المورية، وان المور اخويا ماشي انت اول واحد غادي تجي تقول لنا هذا المفهوم، حتى نقولوا موروكو مورويكوس اي مراكش، كلمه المور موجوده فيها منذ القديم. هذا ماشي شي حديث اللي ولا هو فيلسوف التاريخ في مصطلح المور، انما شوهه مادام انه ربطوه بهذه القضيه ديال تيمزغه، ومادام انه ربطوه بالاقليميه. والاخ محلي تيقول لك العرب هم اللي عنصريين. اينا عنصري؟ اذا ديك الرايه اللي هزها وانا اللي تعجبت له هي الطريقه ديال الحركات ديال الوجوه، حيت كان داير مثلا الفيديو. الناس عندهم نقائص اولا في المكونات الشخصيه. تنشكر الاخ كولايور، راه ذكر ربما هو واحد مجموعه القضايا اللي بدات تتمرر عبر هذه الحركات الامازيغيه اللي رجعوا لعند سيدهم، مثلا الاسرائيلي اللي هو أدرعي، واللي قال لهم نحن مولناكم ودعمناكم لتكونوا إلى جانب إسرائيل. هذا عندما هاجمت حماس إسرائيل. كيف دعمناكم؟ كيف مولناكم؟ تنتمناو شي واحد يكون جريء مادام أن رسل لهم الخطاب وقصد بالدرجة الأولى مثقفيهم. وحيت تنقول مثقفيهم تنعرفوا عصيد اللي حتى النهار اللي بينا الدار ديالهم طالع للروس الجبال والدار كلها هديم وحجاره. فين تعلم عصيد؟ في ديك الحجاره. راه دارت المدرسه المغربيه مؤسسه بالقرب ديالو. فين تدرج في مراتب العلم؟ فين تكون؟ فين عرف راسو بانه عنده حضاره اسمها امازيغ؟ الحضاره البربريه. حنا كنا في المغرب ما عمر انا اتحداهم يجيبوا لي مصادر فيها كلمه امازيغ في القرون الوسطى او في التاريخ القديم. الاخت تنشكرها راه قالت لهم فين ظهر هذا اللفظ وكيفاش ظهر، شنو كانت الاهداف ديالو. وهذا ليس بيت القصيد. بيت القصيد هي ان هاد اللي عرف بان هناك حضاره الحمد لله في غرب افريقيا انسجمت مع مختلف الحضارات منذ البابليين ومرورا بالقرطاجيين والرومان وهلم جرا حتى عصرنا هذا اللي هو عصر اسلامي. اذا باغيين نضربوا الاسلام بالامازيغيه لسبب واحد: الاسلام يحرم المثليه. اذا احنا اش نديرو حنا بهذا الدين اللي غادي يضايقنا؟ وراه شفناهم كيفاش داروا جمعيات قبل ذلك. جمعيات اللي تيقول لك اللي تيطالبوا بعدم مثلا الصيام والمجاهره به. وكيف تلقاو تلك الحمله المضاده في الرباط؟ شفنا مثليين طلعوا تيطالبوا بالحقوق ديالهم. الحمد لله دابا حنا شفنا المثليين تيخرجوا خرجه سلطانيه في ذاك الحفله اللي تيديروا ديال بوجلود في المناطق الجنوبيه. حتى ان الراجل بالماكياج ديالو هي تيمثل حق بوجلود، وهي عبرها تمرات الحركه الشيطانيه وتمرات الحركه المثليه وتمرات عده خطابات. اذا المغرب ما نحتاج له شيء هذا الضغط الامازيغي باش مثلا يقتحم الحداثه. المغرب منفتح وعندنا شرف ان منذ القرن الماضي كانوا عندنا مفكرين اللي يعد لهم ويقعد في هذا المجال. حتى ان عبد الكبير الخطيبي اللي اعطى صوره اخرى مغايره للعالم العربي والاسلامي وللشرق عامه باش بكتابه لو ماغريب بلوريال، المغرب المتعدد. وبالفعل الان نعيش امام الامم بتلك النظره ديال الخطيب اللي هو انه بالفعل المغرب متعدد، قابل للحوار مع الثقافات، قابل لكل مثلا لاستقطاب كل الحضارات.
وهذا اللي جعل المغرب الآن الحمد لله مصنف كمنطقة خضراء سياحية واقتصادية، وحتى فيما يخص التعامل التجاري والاقتصادي. واعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم، وما زال في خليك الحديث الامبراطور. بقية. واحد النقطة زوينة دوزتي هنا، وهذه تكفي إلى أن تكون لايف بوحدها. الامبراطور هو دكتور سياسي. نعم دكتور الامبراطور، انت نعرف الامبراطور. النقطة اللي بغى يدوز اللي قال الامبراطور اللي يعني نقطة مهمة جدا، هي عن طريق الأمازيغية يمررون أولا الخروج عن الدين من إلحاد، من يعني تجرؤ على القيم الدينية. مثلا الآن نقدروا نشوفوا هذه الحركة الأمازيغية تدعم الإفطار العلني، كذلك الشذوذ الجنسي والمثلية عن طريق الأمازيغية الآن يدخلونه في شكل فولكلور وفي شكل موروث ثقافي وفي شكل بوجلود، بحيث هذا بوجلود هذا خرج على المسار ديالو اللي كان يعني موروث ثقافي، وهذا ولينا كنشوفوا فيه الرجال يتشبهون بالنساء، يعني كل شيء داير المكياج، كل شيء معكر. أبناء الحركة الأمازيغية كلهم معكرين، واللي ما معكرش كيدافع على اللي معكر، كيقول لك هذا راه غير في إطار. ومرة واحدة الدنيا هانية. أنا كنسمع إنسان جد متمكن ويناقش في الحركة الأمازيغية، من اللي سولوه من اللي تحاصر قال لهم هو مرة واحدة ما دات ما جابت في العام. إيوا إمتى غتعكرت أنت الدكتور ولا الأستاذ؟ نتمناو أن حتى اللي كيقول مرة واحدة يعطينا ديك المرة إمتى غادي يديرها، إمتى غتلبس حوايج مرتك انت. اذا انا كنقول للدكتور الامبراطور الصامت ان كل الخبائث الان غتولي تدوز لنا عن طريق هاد الامازيغيه وباسم الحركه الامازيغيه، ونحن براء منها كامازيغ. هادشي علاش كنغوتوا حنا دابا، حنا ما معاش هاد الناس هادو، لا يمثلوننا. يعني هاد الالحاد امازيغيه، المثليه أمازيغية، سب الدين وسب التقبح على المقدسات أمازيغية. إذن علاش هاد الأمازيغية غيبداو يستعملوها لنا بحال الشيفون؟ أمازيغية الآن الحركة كتردها شيفون اللي ضرب القيم والأخلاق والعقيدة عند المغاربة. تحياتي لك دكتور الصامت، يعني كلام في الصميم، وهذا كلام كيستوجب ليه لايف خاص. المثلية عبر الحركة الأمازيغية عنوان. تحياتي. تحياتي اخياتي، راه كنا تطرقنا لهذا الموضوع ودرنا يعني لايفات لذلك. تفضل معنا اللي طلع معنا سي محمد، تفضل. اختي زهرة، السلام عليكم. السلام الاخوان كاملين اللي الفوق واللي تحت في التعاليق. انا طلعت اختي زهرة، بغيت غير كتسمعوني ياك؟ نعم. بغيت نجاوب على داك خينا اللي موحى اللي تيهضر بالاسم ديال المنطقه ديالي. جبد المنطقه ديالي قصيبه موحى وسعيد وبني ملال، وهاز ديك الشرويطه في يدو وكيمثل المنطقه ديالي. بغيت نعرف شكون اللي عطاه هاد لو دروا، بغيت نعرف شكون اللي عطاه هاد لو دروا هذا، وبغيت نعرف واش ولد المنطقه صحيح، واش عنده في ديك المنطقه، ويبين لنا اشنو دار لديك المنطقه. وانا وياه هذا تحدي ليه يجبد اشنو عنده وشكون هو، اش من عائله هو، والعائله ديالي هي بسميتي انا. بارك لا عليك. هو هرب. هو مين شاف الامبراطور الصامت وشاف بانك كتبتي تعليق بانه راك تتكلم على بلادي وطلبتيني انا، هو هرب. راه ما هربش الى النقاش، لانه هو كنا كنتمناو انه يعني يحترم التوقيت. ما يمكنلوش انه يدي 60% من المداخله ويخلي الاخوان الاخرون بدون مداخله. باش يكون من نتكلموا على الديمقراطيه خصنا نكونوا ديمقراطيين. فوالا بغيت نعرف هذا محالي تيهضر بالمنطقه ديالي انا بسميتي وكنيتي وبارك عليه، غير يدير الكنيه ديالي غادي يطلع ليه شكون من الاولين ديال قصيبه محمد سعيد من بني بلال وطلع، وبغى نبينو في التيران نبين معاه في التيران اشنو كاين، شكون حنا وشكون هو هذا اللي تيهضر شاري شرويطه في مراكش ويجي كيفوح بها في سميتو، مخليها ليه ختو طونوبيل كيدور بها الصيف هذا ويجي يبدا يفوح علينا هنايا، يبين لينا شنو عنده. وندير معاه تحدي اخر كاع، انا هنا في ايطاليا وندير معاه تحدي، يجبد لنا لي تيتر اللي عنده هو، تيقول لك الارض موريه ولا ما عرفتش داك التخربيق ديالو، يجبد لي تيتر اللي عنده هو ونجبد لي تيتر اللي عندي انا، ونشوف واش مكتوبه فيهم موريه ولا مغربيه، واش عنده شي تيتر ديال شي ارض ديالو، الا كانت شي بلاد عنده ديالو يجبد ونجبد شنو عندي.
ونشوفوا شكون اللي اش مكتوب في هذيك في هذه البلاد، واش مكتوب فيها موريا ولا مكتوب فيها سميتي وكنيتي ديالي. نشوفوا هذه الهضره ديالو. ها هو طلب موحى. انا نهبط ايوز، انا نهبطك ونرجعك اذا سمحتي لي، باش انه ولا اذا سمحتي لي تفضل موحى باش يجاوب، لان بصح هذه نقطه مهمه. كنجاوبوا بزاف الاشخاص اللي هما كيتكلموا باسماء مناطق. لا تزغب بلاتي حسد تسد مثل القصيبات انت ولد القصيبه، انت ولد القصيبه. ايوا غادي نتلاقاك واقسم بالله تنغسل لك وجهك باسكو ما جبتلكش اختك. انا راجل بزاف عليك والله تملك امك. انا ما كنجبدش الخوات هنايا. خليني شوف بلاتي موحى، لا بلاتي واحد دقيقه بلاتي موحى، بلاتي شوف، انا اي واحد يطلع يخسر الهضره عمره ما يرجع عندي، عمره ما يرجع عندي. هنايا الكلام السب ممنوع، شكون ما كان. راه علاش جبت اختي وخليتي؟ علاش جبت اختي وخليتي؟ لا والله ما سمعت، انا كنت في الكويزين. لا ما سمعتش الاخت شنو ما جبتش الاخت نقول له هو ولد القصيبه نشري اختو ونشري عايد ونشري جا اختي الهضره. بلاتي ولكن بلاتي ما تدورناش الموضوع دابا سؤال مهم. علاش كتكلموا؟ بلاتي خلي اختك اسمعني، انا راه قالوا لي بابا يخرجوا من القبر، خليني نكمل وخليني صافي. قول له اسمع زانو، قول له لا دابا خلينا من هضره. شوف بينك وبينه في ارض الواقع، ماشي في المنصه ديالي. اسمعني سؤالك سنطرح. انا ما موحى راه الرسول صلى الله عليه وسلم كيتسب حداكم وانتم ساكتين. راه دين امي ودين اختي ودين ابي راه طلعتنا في الراس. خلي السؤال خصنا نطرحوه. اسمعني، علاش كتكلموا باسم المناطق؟ علاش كتكلم باسم المنطقه ديالك؟ من خول لك ذلك؟ اسمع السيد الاول كيكذب عليكم، قال لك انا ازاي، قلت له منين؟ قال لك لا انا من اغرم الاعلام. قلت له ودي غرم الاعلام ماشي زيان، هذيك راه بني من لا هذيك ايت ويره. دابا خلينا قبل ما يطلع. واش انا قلت شي حاجه؟ موحى انا الكلام هذا قال وهذا فعل لا يهمني. اسمعني، انا السؤال ديالي طرحته لك، لماذا تتكلم بالاسم المنطقه ديالك؟ من خولك لك ذلك؟ فين قلت لك انا ضرب سميت شي واحد وسميت المنطقه فين؟ انا فين؟ قول لي فين؟ امتى قلت لك؟ وانت منين؟ انت منين؟ ما قبيله قلتي انا ما سولت، ما عمري جبت اسم المنطقه ديالك. انا قلت شي حاجه؟ انا منين؟ انا ما نعرف منين. انا مغربي امازيغي. فين هو المشكل؟ عمري قلت لك انا كنهضر بسميت شي منطقه؟ السيد جا كيكذب عليكم وطحتو تو سامبلومون. كيفاش يكذب؟ دابا ملي كنشوف اخ امازيغي مغربي اللي هو كتجي الغيره على بلادو، انا اتحداكم وعلى المباشر، وانا غندير ميكرو تروطوار ما نمشي للمغرب والله العظيم. راه غندق دار في دار، وهذا الشيء يكون على المباشر. غنقول لهم واش كتعترفوا بهذه الخرقه اللي هزه في يدك؟ سمعتيني؟ والله العظيم ندير لكم استفتاء تيك توكي عالمي، وهذا وعد مني. يعني ملي كتجيو كتكلموا باسم الامازيغ اللي معنا هنا يا اخي الكريم في هذه المنصه اللي كنشوف هذه المنصه 99.99 امازيغ. يعني ملي كنشوف انا اخ مغربي اللي هو هاز واحد الرمز اللي هما دخلوا بالرمز الثقافي ولا الرمز بالنسبه لهم اكون ولا اكون، واللي هو رمز القبيل اللي ديال جاك بينيت. حنا عارفين لي زاني 60 ياك في حرب الرمال ماذا فجرى؟ هاد القبائل كان هاد المساله عندهم مشاكل سياسيه مع قصر المواضيه، واتفقوا مع بعضياتهم وحاربوا المملكه المغربيه. وانا متاكده حتى الان اذا كانت هناك حرب فالقبائل والجزائر هيكونوا وجه لعمله واحده، ويبداو بك انت الاول اللي هز لهم الرايه ديالهم. واسمح لي الله يرضى عليك، اسمح لي، ما كتشوفش بانكم كتنزلوا من القيمه ديالكم كمغاربه؟ عندك واحد الرمز ثقافي كتخليه في دارك، ما كتطلعوش كديروا الاشهار، لان هذا عالم ديال القبائل وعالم ديال تمازغه والعالم ديال هذيك المرتزقه اللي هما كيضربوا في ليبيا وجهات اخرى. ولا يرضى عليك، ايوا هذه
وضحوها لنا هذه. شفنا هذا العالم ديالكم راه هو مهزوز حتى في كردستان وبأيادي مغربيه منها ملكه امزيان. كيفاش ما بغيتي شي اخ مغربي اللي هو بنفس المنطقه ديالك ما تجيش الغيره لذلك؟ بيان سور غتجي الغيره. الله يرضى عليك. شوف انا شوف لا فيكتيميزاسيون شي هذيك لا فيكتيميزاسيون سا مارشا با افيك موا. شوف انا تذكروا لي انا والبارح تهدت بالقتل هنايا عندي من تمازغاوي منكم قال لك يضحيو بيا يذبحوني كاع وما شفتكش طلعتي وجاتك الغيره على اختك زهره اللي هي مغربيه. منصات منه الراي المغربي اللي انا وصفني بالكلبه مالين ما عمري ما تكلمت عليه. المغربي والروكان. لا خلينا لا واش هذوك ماشي مغربه؟ واش انا ماشي اختك مغربيه؟ واش انا ماشي اختك؟ واش انا ماشي اختك؟ اسمع اسمع الوحيد اللي دايرين لك على لايف دايرين على ياسين دايرين على خويا خالد لا اسمعني. لما يجي مغربي ويسب واحد الاخت مغربيه ليست سبابه ولا عانه، علاش ما جاتك شي الناس وطلعتي وقلتي علاش كتسب اختي المغربيه زهره؟ والله ما شفتو وما عمرنا حنا درنا لايف على شي مغربي واخا نختلفوا والله ما شفتوها. بارك الله يرحم الوالدين. ملي كتجيك الغيره على اختك اسمعني خصك تجيك الغيره على الاخوات المغربيات ديالك كاملين. ملي كتجيك الغيره على الام ديالك خصك تجيك الغيره على الامهات المغاربه كاملين. ملي تجيك الغيره على الاب ديالك خصك تجيك الغيره على الاباء ديال المغاربه كاملين. انا كنشوف هناك نفاق اجتماعي. الله يرضى عليك. تفضل السي ايوز. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. تفضل السي ايوز. شوف خوتي انا ممنوع عندي السب هنا. السب والشتم ممنوع لان السب والشتم الا للضعفاء وانا لا احترم لا للضعفاء ولا الاغبياء. الله يرحم الوالدين. تفضل السي ايوز. السلام عليكم. شكرا اختي زهرة. السلام عليكم جميع الاخوان والاخوات. احنا دابا في هذه اللحظه هذه راك شفتوا واحد هذا النقاش اللي دار دابا وهذا التطاحن وهذا الشيء راه جاي نتيجه هذا الخطاب هذا المتطرف. الخطاب المتطرف مرفوض من كلا الجهتين وهاد الناس هادو اللي تينظروا لهذا الشيء اللي عنده شي مظلوميه ولا عنده شي مشكل. واحد قال لك داو ليه 10 النهار الاول طلع لينا قال لك راه داو ليه 10 الكتار ديال الارض واليوم بقى ينظر علينا وبقى كذا. شتي اللي تيضرب في الدين باش نقولها لكم، شتي اللي تيضرب في الدين تيطلع وتيقول للمغاربه وتيسب الصحابه وتيسب الرسول. شتي هاد الناس هادو راه ما بقى تقدر تكون ملحد كون اللي بغيتي تكون وتبقى مغربي ولكن الافكار ديالك خليهم عند راسك. ما طلعش تنظر على الناس باسم الامازيغ وباسم الامازيغيه. راه هاد الناس وصلوا لواحد المستوى وصلوا لواحد الحاجه مشات بعيد ولكن هاد الشيء يبقى في التيك توك. حنا راه تنهضروا هاد الشيء يبقى جوست في التيك توك. الناس هادو تيهضروا على الدوله الامازيغيه. انا ما عمرني سمعت الدوله الامازيغيه. شي واحد الا فهم هاد الدوله الامازيغيه شنو هي ما عمرني سمعت انا هاد الدوله الامازيغيه. هاد الناس هادو راه دايرين بهم الملحدين ودايرين بهم باش ما نقولش المهم راه باين غير من لونطوراج ديالهم. هاد الناس هادو وهادوك اللي دايرين بهم في الدرجه الثانيه راه كاين شي وحدين في الدرجه الثانيه مازال ما بانوش غادي يبانوا من بعد. الخطاب ديال هاد الناس هادو راه في الاخ اللي كيتكلم معنا راه هو امازيغي 100% باش نكونوا واضحين. مغربي امازيغي وما عنديش مشكل انا مع عربي ما عندي مشكل كذا. وانا تنطلع باش نمرر هذا الميساج هذا حيت ما تيقبلوناش حنايا. دابا الصباح حنا كنا في واحد المنصه ديالهم ولكن كي تيعرفوا الطرح ديالك ما غاديش يطلعوك وتيطلعوا هما غير الاصوات ديك الاصوات اللي بغاو باش تنتشر. وراه نحن لسنا بقطيع. وهاد الناس هادو خصهم يتفاهموا بعضياتهم. راه كاين الدوله الامازيغيه الله يستر عليك. البركاك تجي النوبه ديالك ونعطيك المداخله. واش قال هاد السيد هذا؟ البركاك كمل اخويا لا للمقاطعه كمل. ما سمعتش السؤال ديالو نتفاعل معاه ما عنديش مشكل. لا كمل المداخله ديالك كمل. واقيلا هو سول على هاد الناس اللي تيهضروا على الدوله الامازيغيه. انا غادي نقولها لكم انا غادي نقول لكم الهضره واللي يطلع من بعدي يشرح لي شي حوايج. انا ملي جيتو لهادي غادي نحط لكم شي حوايج
ونتحدى اي واحد فيكم يجاوبني ما المقصود بهذه الحوايج هادو. ملي تيطلع عبد الله بوشطارط وتيقول لنا هذا الدستور ممنوح والدستور ماشي هو هذا اللي تعطى للدوله تم تزويره، وملي تيقولوا تيهضر على الشهداء الامازيغيه خصو يطلع ويقول لنا شكون هاد الشهداء، يعطينا السماوات وشكون اللي قتلهم ويمتى تقتلوا. خطاب المظلوميه ملي تيقول لك انا لا ما تنعترفش بهذا المعهد الملكي للامازيغيه، واش بقى ملي ما تتعترفش انت بالمعهد الملكي للامازيغيه؟ واش بغيتي انت فين انت؟ واش عايش معنا في المغرب ولا عايش في شي جهه انت اخرى؟ وما تتعترفش انت بالاحزاب، هذا الشيء كامل ما تتعترفش به. واش طالع انت في التيك توك دير جمهوريه في التيك توك ولا؟ راه الا غادي تغير شي حاجه حنا مع الثقافه الامازيغيه باش تفهم الميساج ديالي. الله يرحم لكم الوالدين، انا لست ضد الثقافه الامازيغيه، الله يرحم الوالدين والثقافه الامازيغيه. وهاد الناس كاملين نبقاو مغاربه، وحنا مع الامازيغيه تقرا وتزيد لقدام وتزيد كذا، ولكن راه الدوله ما خلات لكم فين تهضروا. هادو مجرد بيادق، هادو اللي داروا المنصات بيادق. وهاد الدكاتره اللي طلعوا انا نقدر نعطي الحق الراسي، هادو نكره. راه الدكاتره تيهضروا من داخل المؤسسات، وما تحتاج الا عندك شي خطاب وشي حاجه تبينها في الواقع غادي تبينها وتخرج في الجرائد وتخرج في هذه ونشوفوك. ما تطلعش عندنا التيك توك. هنا بغيتوا غير تغويو العقول الضعيفه، غادي تهوي غير العقول في الضعيفه. وانا اتحداكم في الواقع. هبط السي بوشطارط ويقول هذه الهضره اللي تيقولها هنا في التيك توك يقولها في اكادير، في وسط اكادير يدير مظاهره، شحال من واحد غادي يخرج معاه. هادو النكرات، وانا اقولها وتنعاودها، هادو الخطاب ديالهم فضحهم. جاونا بواحد الخطاب معسول، دابا هما تيديروا هادو يقدر يديروا معاك. تسمعوني؟ نسمعوك كمل اخي. هادو يديروا تحالف مع الشيطان ضد الامازيغ. شتي هادو دابا الا عطيتهم السلطه، هادو اول من سيباد هما الامازيغ. هادو راه قالوها بصراحه. سي بوشطارط قال لك هو بغى حزب وما بغاش شي حزب اخر، هو بغى الحزب ديالو هو ويكونوا فيه غير هما. وراه هادو راه جاو مع جاو ضد الدوله في شحال من حاجه. وراه هادو اللي كانوا في الحرم الجامعي واحد المده وعطاتهم الدوله طريحه كلاو العصا، ودابا بغاو يخرجوا لنا بواحد الوجه جديد، الحزب الابدي الامازيغي وجمعيه تامون هنا وهنا. هادو الناس ديال النهج، وهادو عياو ما يتلونوا ما عندهم والو. وانا غادي نقول لهم دابا هذا الخطاب اللي جابوا في التيك توك هذا بحال حصان طروادة ملي دخلوها للقلعه. هما دابا غاديين في هذه النقطه هذه، ولكن غادي نقول لهم راه ماشي بحال الفيلم. لا ملي غادي يدخل هذا الحصان للقلعه راه غادي لن يبقى لهم وجود، باش نقولها لهم. وإلا هضرتوا بعدا هضروا بسميتكم. وهذه باش تقولوا للناس دابا هادشي راه في الارض. انا الناس نهضر معاهم في الارض في الواقع. تبقاو تدوروا على الناس وتقولوا لهم لا ما تهضروش العربيه ملي يجي عندكم صحاب الاحصاء وكذا وكذا وكذا. خلي الناس تعبر على راسها. انتم قلتوا العربيه الدارجه امازيغيه، ولكن دابا تقولوا للناس الا جا عندكم شي واحد ما تهضروش مع العربيه. وهذا الشيء انا راه من الناس في الواقع توصلت به من الناس في الواقع. خليو الناس تعبر على راسها، واللي عنده شي حاجه يخرج نيشان يبين وجهه. وحنا راه بان لينا هذا الشيء. واللي دابا غادي يدخل لي ما متفقش مع الطرح ديالي انا تنحترمه، ولكن يجاوبني على هذا الشيء اللي قلت على عبد الله بوشطارط، هذا الكلام اللي قالوا بالضبط. تحياتي اخي الكريم. تفضل ياسر، وضح لنا يعني هذا الشاهد القضيه الامازيغيه، الدكتور القاضي قدور فاصله من اغتاله. يعني شنو هذه الصوره هذه ماذا تعني وتعبر للفكر التمازيغاوي؟ هذه الصوره تعني ان علي الثلث في الخمس اللعين البئيس يسعى إلى خلق الفتنة بين المغاربة، وكيروج أن الأمازيغية عندها شهداء. هاد السيد كيعاير الصحابة ويعاير الرسول ويعاير الدين وعنده شهداء. أنا ما فهمتش عباد الله، واش هاد عباد الله هادو كياكلوا البزق؟ كيفاش عندك شهداء؟ ما فهمتش. واش ماشي كلمة الشهيد ما عندهاش علاقة بالدين الإسلامي؟ إذا غير باش يعرفوا الأمازيغ مع من هاد ولاد الحرام هما
داك القطيب اللي كيحركوا به الناس العافيه، راه ما عندهم دين، ما عندهم مله، ما عندهم وطنيه، ما عندهم حتى حاجه، و ميم طون عندهم كل شيء. شتي هذا الثلث في الخمس لو يلقى الجميله فانه يطلع ويتكلم لك على القرطبي ولا يتكلم لك على ابن كثير، غتلقاه داير نفس الشيء. هو ما غيدويش، هو راه ما عنده والو، وعاء اجوف، وانما غيفتح ديك المنصه ويبدا يجمع الناس اللي غيهضروا في الدين. دابا انا نتمنى غير كيفاش هاد خينا اللي كيقول المغاربه ولاد ربيعه، وكاين عاد القبائل ديال دكاله والشاويه وعبده والناس ديال ولاد حريز والناس ديال ولاد حدو والناس ديال هاد الناس كاملين اللي هما كيقولوا عند راسهم راهم معروبيه، كينعتهم بولاد ربيعه. كيفاش هاد ولاد ربيعه هو كينعتهم وهو ولاو عنده شهداء، وهو مو سميتها. والله ما عرفت. عاودي خلي مو افتقار، ما عندنا ما نديرو ايوا ملي هو يعيط علي، ملي هو يعيط علي انا ولد ربيعه، قلت انا خصني نعرف سميت مو باش نعيط عليه تا هو ولد. وانت راه امك معروفه سميتها ربيعه، اللي معروفه امه معروفه سميتها. ولاد هذاك ما ربيعه عندنا فيه السياسي راه مشكل. قالوها، ولاد ربيعه السياسي راه هما اللي سموا على ريوسهم، راه ماشي هو اللي سمى عليهم ولاد ربيعه. للتوضيح فقط، سمحوا لي. هو نطق بها، هو كيقول ولاد ربيعه، ماشي غير هو، تا ابرنوس استعملها. اش هما اللي سموا على ريوسهم ولاد ربيعه بنو ربيعه، فهمتي؟ تيقول لك حنا بنو ملي فاش طاف واحد الله بداو يسموا على ريوسهم ولاد ربيعه. قالوا واش نسموا عليكم ولاد ربيعه؟ قالوا ليه سي كاين حتى مشكل. لا حنا كنهضروا في اطار التوضيح يا اخي. ابن ربيع ما كاين. هما اللي سموا على ريوسهم، هما اللي بغاو داك الاسم سموا على ريوسهم. لا سمحتوا غادي نعاود لكم واحد القصه. اسمح لي اخي ياسر معنا، يلا حبس الماكينه سبيسيالمون على هذه القضيه. غادي نعاود لكم واحد القصه وقعت في 1998. كنت خدام وجابوا لي واحد السيد سميتو حسن، قالوا لي راه الجيريان. هادو الطاليان قالوا لي ديك الساعه كنا في ايطالي، كنت خدام في الستوم، هادوك اللي كيصايبوا لي تي جي في، شركه فرنسيه ولكن شرات الفيات فيغوفيير، شرات الفيات اللي كتسمى من ضمنهم هذا سميتو حسن. ملي شفت هذا حسن ادير بحالو بحال دعا لي الصبوع في الثقوب، عويناتو خضرين حتى هو. المهم جزائري كذا من هكا، ما كاين حتى مشكل. عطاو واحد الماكينه حدايا، مشات الايام وجات الايام، جا سيدي جا السيمانه الحد قبل من نويل، وفي ايطاليا الدين عندهم مقدس، والاغلبيه ديال الايطاليين ما يخدموش الحد، يقول لك سي لو جور دي سينيور، يعني النهار ديال الله ما كيخدموش هما الحد. بون حنا في هذاك الحد اللي قبل من نويل تنديروا حفله، يعني كاين كل واحد كيجيب معاه شي حاجه ما ياكل، وتنديروا حفله الخدامه بعضياتنا باش نتوادعوا. كاينه لي فاكونس ديال نويل، صافي السلام عليكم وعليكم السلام، ما غنتشافوا حتى النهار 2 في شهر واحد. هذا هي التقاليد اللي كانت. انا دوزت ديك الساعه في الطاليان في هذيك الشركه خدام فيها مده، حيت مشيت من المغرب مشيت لها ديريكت. ايوا سيدي هذيك لافيت دي نويل راك عارفين، يجيبوا السالسيتشا، يجيبوا الحلوف، يجيبوا كذا، وانا كيعزلوا لي بلاصتي، تيقول لي ودي هذاك راه تياكل غير الفروماج ولي زونشوا وكذا، راه ما وتا الروج ما كنشربوش. هذا راه عارفين عليا الاخوان، تا الروج ما كنشرب، نشرب البيرو وما نشربش الروج، ما عنديش معاه. ايوا ملي جيت اسيدي للطبله وريحنا، لقيت هذاك الجزائري خدام هاك ضرب في الحلوف هكاك الجامبون، وما كاين غير داك الحمر الاخر سميتو، خدام كيضرب في هذاك السوسيس ديال الحلوف وكذا، وهذيك السالسيتيا ديال الحلوف، وانا ندور فيه ويتكلم عربيه، يهضر بالعربيه. قلت له حسن واش انت ما عندكش مع هذه القضيه زعما؟ قلت لي راه حنا وما راكش معتي، واش تيقول لك خليل ما تياكلش كذا، وحنا كنا جوج اللي كنا عرب تمايا. قال لي لا انا راه ماشي مسلم. الله يا ودي، هذا راه اول لقاء ليا مع واحد من القبائل. قلت له لا انت مالك ماشي جزائري؟ قال لي لا انا قبيلي. الله يا ودي، علاه هما القبائليه ماشي مسلمين؟ قال لك لا ماشي كنا مسلمين في القبائل.
سبحان الله. بدي يشرح لي ودي انا ما في راسيش، حيت انا ديما كنت نبغي نعرف. هو يشرح لي بالله راه عندهم واحد الدين ما هو مسيحي ما هو كذا، خرمزه عاود لي ما فهمت منها حتى شي حاجه. وسيري ايام وجا لي ايام حتى لواحد العامين هذه راه منير حاضر ورا الاخوان راه ما حاضرين اللي كانوا معنا في طق طق عامين، تلقينا الناس ديال تيزيوزو هذاك العام وهذه عامين باش داز رمضان اللي داز واللي داز قبل منه، صحاب تيزيوزو خارجين كياكلوا كيشربوا بالعلالي وسط من تيزيوزو بالعلالي. قال لك حنا راه ما مسلمينش، وراك شفتوا الفيديوهات وحاطين الفيديوهات، كاينه منير ولا ما كايناش؟ دابا هاد صحاب تمزغه اللي جاونا هنايا واش بغا يديروا لنا تما بحال هاد القبايل، يبداو ياكلوا رمضان ويبداو عندنا الليواط ويبدا عندنا يعني واش عندهم على شي حشمه ولا ما عندهمش على شي حشمه؟ ديجا سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سبوا الصحابه، يعني هاد الناس اش من دين متبعين؟ انا بغيت نعرف هاد الامازيغ اللي هاد الناس اللي كيناديو بهاد الامازيغيه واش هي خروج على الدين بانهم هاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجموا حتى الصحابه؟ يعني اي دين يتبعون؟ واش غيديروا لنا بحال هادو ديال القبايل ولا غيديروا لنا هو حط طلع عندي والبارح مع شافني لابس التوني ديال القبايل اللي كنت شريت فاش كانوا داروا لنا الحفله نكايه في الكابرانات. انا مشيت لهذاك وفتحت لكم لايف من تما، مشيت نساند القبايل غير باش نزكاره كيف تيقولوا ما زكاره في الكابرانات، مشيت تما ودرت لايف زكاره في الكابرانات، ماشي انا مساند القبايل، انا كاع اللي تفرتت ديال المهم انا نمشي فيها ما كاين مشكل. شافني لابس هذاك ويطلع قال لي الزول، قلت ليه خويا راه السلام عليكم حنا راه مسلمين، قال لك لا حنا تنقول الزول، قلت له هو تبعد مني اخويا كركبته في البلاصه. يعني انا بغيت نعرف هاد الناس اللي كيطعنوا دابا في الاسلام وفي الرسول وفي الصحابه واش ملي غادي يعني يثبتوا اقدامهم واش غيبقاو مسلمين بحالنا ولا غيخرجوا لنا شي دين جديد؟ هادشي اللي بغيت نعرف.